السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: مواطن يقتل مستأجر لديه في مدينة قونيا. والخبر الثاني: زيادة جديدة على كرت الهلال الأحمر التركي. والخبر الثالث: هيئة المنافسة التركية تفرض غرامة مالية على شركة كوكاكولا. والخبر الرابع: موعد عطلة الفصل الدراسي الأول في تركيا لعام 2023. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. تجادل المواطن حسين ماهر مع مستأجر منزله مولود كابان الذي يعمل كعامل نظافة في المركز الرياضي للبلدية، على أساس أنه دفع أقل من 13 ليرة من فاتورة المياه البالغة 33 ليرة، والذي كان شريك في العداد وجاءت بسعر 66 ليرة. وأطلق حسين ماهر النار من بندقية على صديقه محمد علي الذي كان يحاول فض الشجار مع المستأجر مولود كابان الذي أصيب أيضا بفخذه. ولدينا في الخبر الثاني زيادة جديدة على كرت الهلال الأحمر التركي. بحسب ما نشرته وكالة الآناضول، فإنه وفقا لبيان الصادر عن المفوضية الأوروبية، ذكر أنه مع الحزمة الأخيرة التي تمت الموافقة عليها اليوم، وصل دعم الاتحاد الأوروبي في برامج إدارة اللاجئين والحدود في تركيا إلى 1.2 مليار يورو في عام 2022. وأشير في البيان إلى أن هذه الأموال هي جزء من حزمة إضافية لمساعدة طالبي اللجوء في تركيا للفترة ما بين عامي 2022 و 2023. ولدينا في الخبر الثالث: هيئة المنافسة التركية تفرض غرامة مالية على شركة كوكاكولا. بحسب ما نشرته صحيفة سوزجو، فإن مجلس المنافسة قرر فرض غرامة إدارية قدرها 272 مليون ليرة تركية على مبيعات وتوزيع شركة كوكاكولا. ولدينا في الخبر الرابع: موعد عطلة الفصل الدراسي الأول في تركيا لعام 2023. بحسب ما نشرته صحيفة مليات، فإن وزير التربية التركي محمود أوزر صرح في بيان له عبر حسابه على تويتر أن عطلة الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 20 من كانون الثاني لعام 2023، وأضاف أنها ستنتهي يوم 5 نشباط لعام 2023. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.